كيف استطاع يتيم بلا مال أو علاقات بناء أشهر ماركة ساعات في العالم؟ الأسرار الكتير والغموض في تاريخ رولكس، بس النهاردة هنلقي نظرة أعمق على قصة رولكس المبهرة من الفقر إلى الثراء، وهنجاوب على سؤال: ليه ساعات رولكس باهظة الثمن؟ أهلا بيك، أنا حسام محمود ودي قناة هاني ماني. لو أنت جديد في القناة، احنا هنا بنقدم قصص حقيقية عن الشركات وعالم البيزنس. القصة بتبدأ مع هانز ويلسدورف، مؤسس الشركة العبقري الغامض. هانز اتولد في ألمانيا عام 1881 لوالدين أنا وجوانا ويلسدورف. كانت طفولته مليئة بالحب والسعادة، ولكن هذه الطفولة انتهت بشكل مأساوي عندما توفى والداه وهو في سن 12 سنة. وبعد بضعة أشهر تحول هانز فجأة إلى يتيم، واضطر أن يعيش مع أعمامه اللي بدورهم أرسلوه إلى مدرسة داخلية. في البداية أصيب هانز بالاكتئاب بسبب الأحداث الكتير دي، لكنه قرر في النهاية أن يتعمق في دراسته كوسيلة للهروب، وبدأ أنه يستمتع ويتعلم عدة لغات مختلفة، وده مهد له الطريق بعد كده للانتقال إلى الخارج. بمجرد أن أنهى دراسته في التمريض، وبعد التخرج سافر هانز إلى سويسرا بحثا عن عمل، وبالفعل اشتغل في شركة اسمها كوانا كوتان، وهي شركة بتصدر وتستورد حاجات كتير ومن ضمنها ساعات الجيب. ولأنه كان بيعرف يتكلم ألماني وإنجليزي وفرنساوي، فاشتغل ككاتب ومراسل في الشركة لحد ما الشركة قررت تصنع ساعات الجيب بنفسها. وهنا قرر هانز إنه هيشتغل في المصنع، لأنه كان عايز يشوف إزاي بيتم بناء الساعات، وده خلاه بقى عنده فرصة يشوف ويعرف كل تفاصيل صناعة الساعات. ولأنه كان بيشتغل شغل يدوي في صناعة عدد كبير من الساعات كل يوم، أصيب هانز بحب المهنة وبقى مهووس بفكرة الساعات المثالية. وفي سنة 1903 سافر هانز للندن واشتغل في شركة تانية للساعات، ولكن دوره هناك كان أكبر، وده لأنه تعين مسؤول عن المبيعات، وكان دوره تحديدا إنه يجيب عملاء جداد للشركة، وده فاده إنه يفهم إيه اللي بيخلي ماركة ساعات بتختلف عن التانية، وقد ايه التسويق مهم جدا لنجاح اي علامة تجارية. ومع الوقت هانز بقى عايز يستغل خبرته والحاجات اللي اتعلمها عشان يبدأ مشروعه الخاص في صناعة الساعات. وفي سنة 1905 وهو عنده 24 سنة قرر يفتح شركته الخاصة، وهنا بيكتشف هانز ان المبلغ اللي معاه مش هيساعده لتأسيس الشركة، ومن هنا اتجه لجوز اخته ألفريد ديفيز واللي استثمر معاه المبلغ الأكبر وبقى شريك، وسموا الشركة ويلسدورف أند ديفيز. وفي البداية بدأوا يستوردوا ساعات من سويسرا ويبيعوها في المملكة المتحدة. وفي الوقت ده تحديدا ما كانش في حد بيلبس ساعات الإيد زي دلوقتي، وكانت ساعات الجيب هي الشائعة، أما ساعات الإيد فكانوا بيعتبروها مجوهرات نسائية. ولما هانز بدأ يفكر إنه هو يسوق لساعة الإيد، كل اللي حواليه قالوا له انه بيضيع وقت وان فكرته دي هيصاحبها الفشل. حتى اصدقائه المقربين سالوه ازاي هتحط ماكينه دقيقه وحجمها صغير في ساعه بتتحط في الايد؟ بالتاكيد هتتكسر بسهوله ومش هتبقى دقيقه زي ساعات الجيب. لكن هانز كان شايف حاجه تانية ما حدش شايف، كان شايف ان ساعات الايد اسهل واشيك في الاستخدام، وكان مقتنع انها هتغزو السوق وهتكون ساعة المستقبل. وكان رد هانز على أي حد بينتقده كانت الجملة دي: أنا شايف إن ساعات الجيب هتختفي وساعات الإيد هتاخد مكانها تماما. وهنا كل اللي حواليه وصفوه بإنه مهووس بالساعات وإن ده هيكون سبب فشله. وحتى ديفيز شريكه في البيزنس ما كانش واثق فيه، بس هانز راهن على الفكرة بكل حاجة تقريبا، وأخد كل فلوس الشركة وعمل أكبر طلبية ساعات إيد اتطلبت وقتها. ومن الناحية التانية هانز كان بيقابل كبار مؤسسين الشركات اللي عندهم خبرة في الساعات، وكان بيحاول يتعلم منهم كل حاجة عشان يعرف يصنع حاجة مختلفة. مش بس ساعة، ده كان عايز يعمل تحفة وتاخد لقب ساعة ويغير مفهوم الناس عن الساعات. ومن هنا بدأت حكاية رولكس. ما كانتش شركة ساعات، ده كان حلم بيتحقق بالإصرار وبالرهان على اللي مفيش حد صدقه وقتها. هانز اتصل بمسؤول المبيعات اللي كان يعرفه أيام ما كان شغال في سويسرا عشان يقدر يستورد آليات ساعات متصنعة من سويسرا، وده كان عشان يبدأ يصنع ساعات الإيد بجودة عالية. بس الجودة لوحدها ما كانتش كفاية، وكان أهم حاجة هانز حريص عليها إن الناس تعرف
اسم العلامة التجارية. ومن هنا بدأت الحكاية باسم رولكس. ولأن الاسم كان غريب وقتها، هانز قال إن هو في الأول قعد يجرب يركب حروف من الأبجدية بأي طريقة ممكنة عشان يطلع اسم مميز، وفعلا طلع أسماء كتير بس ولا واحد منهم كان مقتنع بيه، لحد ما في يوم وهو راكب ورايح شغله قال إن جن همس في ودنه باسم رولكس. وبغض النظر إذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا، الاسم كان حقيقي مميز قصير سهل إنه يتقال بأي لغة وسهل إن أي حد يفتكره، وكمان كان ليه إحساس بالفخامة والقوة. ومن وقتها بدأ يطبع اسم رولكس على وشوش الساعات اللي كان بيصنعها، وده ساعد الناس تفتكر الاسم بسرعة. وبعد كام سنة عدل اسم الشركة عشان تبقى رولكس ووتش ليميتد. ومع مرور الوقت وفي سنة 1910 رولكس كانت أول ساعة إيد تاخد شهادة دقة من سويسرا، وده كان إنجاز كبير لهانز. وبعدها ب4 سنين تحديدا سنة 1914 مرصد بريطاني ادى ساعة رولكس تقييم A كلاس بسبب جودتها العالية، وده تقييم ما كانش أي ساعة إيد أخدته قبل كده. ومن هنا الناس بدأت تربط اسم رولكس بالجودة العالية، وده ساعد في زيادة المبيعات بشكل جنوني. وبعد كده قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، ولأن المقر الرئيسي بتاع رولكس وقتها كان في لندن، وهنا المشكلة كانت إن ألمانيا كانت عدوة لبريطانيا، وهانز أصله ألماني وكمان بيتكلم ألماني، كان في توتر كبير لحالة الشركة. غير كده الحكومة البريطانية فرضت ضرائب حرب بنسبة 33% على كل الحاجات اللي بيستوردوها، وده طبعا خنق السوق بشكل كبير. وعشان يتجنب المشاكل دي كلها ويستفاد من الإعفاءات الضريبية، هانز قرر ينقل شركة رولكس من انجلترا لسويسرا اللي كانت دولة محايدة وقت الحرب، وده كان قرار ذكي جدا لأن وقتها كانت شركات كتير للساعات وقعت وقفلت. رولكس كانت لسه بتكبر وتثبت وجودها. في الوقت ده كان نجاح كبير لشركة رولكس لأن ساعات الإيد كانت وقتها مفضلة عند الجيش لأنها مريحة وأدق من ساعات الجيب. بس انفجار النجاح لشركة رولكس بيرجع بشكل كبير لذكاء وخبرة هانز في التسويق. في العشرينات هانز كان بيدي ساعات رولكس للمستكشفين والطيارين والرياضيين وأي حد كان ناجح وقتها، وده عشان يخلي عقول المستهلكين تربط بين أصحاب الإنجازات والنجاح لساعات رولكس. وكمان عمل إعلانات بخبرة كبيرة وبحرفية عالية على الراديو وفي الجرايد، لأنه كان فاهم كويس قوي أهمية إن هو يخلي الناس تشوف المنتج والعلامة التجارية. وفي سنة 1926 رولكس عملت أول ساعة عالمية ضد المية وسموها أويستر. ووقتها هانز كان عنده فكرة عبقرية للتسويق. سمع عن سيدة هتعوم في القناة الإنجليزية وأقنعها إنها تعوم وهي لابسة ساعة أويستر الجديدة لرولكس، واللي فضلت في المية أكتر من 10 ساعات، ولما طلعت الساعة كانت سليمة تماما. وده خلى العناوين الرئيسية في الصحف تتكلم عن الساعة الجديدة، وبكده رولكس خدت شهرة كبيرة بسبب الخطوات الذكية لهانز. واللي بيثبت ذكائه ان هانز قال لمتاجر بيع رولكس ان هم يعرضوا ساعة اويستر اللي ضد المية جوه احواض للسمك ومعاها سمك حقيقي بيعوم حواليه، وده طبعا هيلفت نظر اي حد بيعدي من قدامه. وبعد 5 سنين بس حصلت خطوة تانية مهمة في تاريخ رولكس. مهندسين الشركة اخترعوا الدوائر الدائمة واللي بيخلي الساعة تشتغل لوحدها، وده وقتها كان حاجة مستحيلة وإنجاز جبار للشركة. الدمج ما بين الاستراتيجية التسويق والاختراعات الجديدة دي هو اللي خلى رولكس تتوسع بسرعة وتزيد شعبية. والدليل على ده سنة 1945 وفي عيد ميلاد الشركة ال40 أصدرت رولكس طراز جديد اسمه ديتجست، ودي كانت أول ساعة أوتوماتيك في العالم فيها تاريخ ظاهر على وش الساعة. ولكن قبل وقت قصير من الإعلان عنها هانز مر بوقت صعب جدا لما مراته فلورنس توفت من المرض، ولأنها كانت دايما جنبه في كل حاجة فدي كانت فترة مدمرة بالنسبة له، خصوصا انه اتيتم وهو عنده 12 سنة ودلوقتي بقى أرمل وهو عنده 63 سنة. وابتدى هانز يفكر اكتر في موته، عشان كده قضى هانز سنينه الاخيرة انه يدور على طريقة لضمان مستقبل امبراطوريته اللي بناها من الصفر ويوصلها لايد امينة. سنة 1946 عمل مؤسسة وسماها
هانز ويلزدورف، ونقل ليها كل أسهمه بنسبة 100% من شركة رولكس. ولحد النهاردة المؤسسة بتحتفظ بالملكية الكاملة والمسيطرة على رولكس. بما إن هي مؤسسة مش شركة فمش بتدفع أي ضرائب على الأرباح زي بقية الشركات، بس بيتم توجيه جزء كبير من الأرباح للأعمال الخيرية زي تعليم صناعة الساعات وتقديم منح تعليمية. والهيكل ده للمؤسسة خلى رولكس تكون على مستوى عالي من السرية، وبرغم انها اشهر ماركة ساعات في العالم الا ان محدش يعرف عنها وعن الشؤون الداخلية لشركة رولكس اي حاجة، ازاي بتدار ولا حتى مين بيديرها ولا بتكسب كام ولا بيعملوا ايه بالفلوس. ويقال ان المؤسسة دي مجرد طريقة ذكية من هانز عشان يحافظ على قوة وثروة رولكس والشركات التابعة لها، خصوصا ان الموظفين هناك بيوقعوا على اتفاقيات تمنعهم ان هم يتكلموا عن الشركة. مفيش حد يقدر ياخد صورة من الداخل او حتى يدخل مبنى رولكس، وده بيخلي رولكس شغالة من ورا الستار، ومن الصعب جدا ان حد ينتقدها لان ببساطة ما حدش يعرف اي حاجة عن شؤونها. اللي نعرفه بس ان بعد ما هانز ما مات سنة 1960 الملاك الجداد لرولكس استمروا في مساعدة الشركة على الانتقال من قوة الى قوة اخرى وهي متربعة على عرش الساعات، وساعاتها غالية وعليها طلب كبير. وده اللي بيخلينا نسأل سؤال: ليه ساعات رولكس باهظة الثمن؟ لما تدور على الموضوع ده على جوجل هتلاقي ان الاجابة واضحة وصريحة، وهي ببساطة ان ساعات رولكس معمولة بجودة عالية عشان كده هي غالية، وفي النهاية انت بتشتري حاجة هتعيش معاك طول العمر. بس طبعا دي مش القصة كلها اكيد، لانك مش مضطر تدفع عشرات الالاف من الدولارات لمجرد انك تجيب ساعة تعيش معاك لفترة طويلة، في حين ان في ساعات شبهها تماما وارخص بكتير. وعشان كده خلينا نكون واضحين. في الاول رولكس مش مجرد ساعة، دي رمز للمكانة الاجتماعية، وشكلها كمان بيدي انطباع عن الثراء. واللي ساعد في ده ساعة رولكس دياتونا اللي هدتها الشركة قبل كده لنجم هوليوود بول نيومان، واللي كسرت الارقام القياسية لما اتباعت في مزاد بسعر خرافي وصل ل 17.7 مليون دولار، وده خلاها اعلى سعر ساعة في التاريخ. واشخاص كتير من المشاهير بيلبسوا ساعة رولكس زي جون اف كينيدي ووينستون تشرشل وستيف ماكوين ومارتن لوثر كينج وغيرهم كتير جدا، لحد افراد العيلة الملكية في بريطانيا. المستوى ده من المكانة الاجتماعية جاي بوضوح من استراتيجية تسويق قوية بتتبعها رولكس، وهي انها تربط نفسها بالنجاح. يعني رولكس مثلا هي المسؤولة الرسمية عن تسجيل الوقت في البطولات زي ويمبلدون وفورمولا 1، وكمان بيراعوا احداث كبيره ومرموقه بيتفرج عليها او بيحضرها الاغنياء زي بطولات الفروسيه والجولف. وهتشوف كمان ساعات رولكس في افلام كتير زي مثلا جيمس بوند كان بيلبس رولكس، وكمان كانت الشركه بتدفع لنجوم كبار عشان يروجوا للمنتج زي روجر فيدر اللي اتقال انه بيكسب 8 مليون دولار في السنه من شركة رولكس. بس رولكس مش بس دعاية وتسويق، هم كمان بيستخدموا مواد بجودة عالية جدا بيتم اختيارها بدقة على حسب معايير عالية، وده طبعا بيجي بتكلفة أعلى، وعشان كده كمان الرواتب هناك أعلى رواتب في العالم. غير إن الشركة بتستثمر بشكل كبير في المعامل العلمية الخاصة بيها عشان يبحثوا ويطوروا ساعات جديدة. وهانز كان شعاره ان التسويق الرائع فقط هو المطلوب لنجاح اي شركة، وده فعلا اللي حصل مع رولكس بالظبط. لكن كان في اسرار للشركة ساعدتهم على الحفاظ على صورة الفخامة والتميز حتى الآن، وده لأن رولكس بتبيع ساعاتها من خلال وكلاء معتمدين بس، ومفيش عروض خاصة ولا تخفيضات طول العام. مش كده وبس، رولكس بترجع تشتري الساعات القديمة من المحلات عشان تتأكد انها ما اتباعتش بسعر مخفض، لان لو الناس شافت ان الساعة ممكن تتباع بشكل اقل فده هيضر العلامة التجارية. وكمان رولكس بتخلق ندرة مصطنعة للساعات، يعني مثلا هم بيصنعوا من 800 ألف المليون ساعة في السنة، وده أقل بكتير من الطلب الحقيقي، بس هم بيقللوا المعروض عن قصد، وده عشان الطلب يفضل عالي والأسعار تفضل غالية، لدرجة إنك ممكن تستنى من 6 شهور ل3 سنين عشان بس تجيب ساعة رولكس. ده خلى الطلب يزيد، واللي بدورهم خلاهم يرفعوا الأسعار
اكتر. وطبعا ده مش معناه ان الساعات مش عالية الجودة، بل بالعكس في شغل ودقة كبيرة في كل ساعة. بس الفكرة ان هم لو فعلا عايزين يزيدوا الانتاج فهم يقدروا يعملوا ده، بس هم اختاروا يخلوا الطلب دايما اعلى من العرض، وده ذكاء منهم، لان ناس كتيرة كمان بقت تشوفها كاستثمار، تشتريها وتفضل محتفظة بقيمتها لسنين طويلة. وده مش بيحصل غير مع عدد قليل جدا من العلامات التجارية في العالم. والمفاجأة ان رولكس في الاول كانت اكتر ساعة مصنفة انها عملية مش للرفاهية، بس مع الوقت والتسويق الرائع بقت علامة للفخامة، ودلوقتي هي واحدة من اغلى واهم البراندات في العالم. هانز بدأ من الصفر وكان عنده تحديات ضخمة من وهو صغير، واللي عمله فعلا مدهش. والقصة دي بتعلمنا دروس كتير في البيزنس. بس لو عايز تشوف قصة نجاح تانية عن ريادة الأعمال اتفرج على فيديو حذاء كروكس، قصة نجاح هتعجبك جدا، أو اشترك في القناة واستنى الفيديو الجاي. وفي الحالتين شكرا جدا لمشاهدتك، ويا رب تكون استمتعت. سلام.